ناجلسمان المدرب الالماني، وجوزيه مورينيو المدرب البرتغالي، وماوريسيو بوكيتينيو المدرب الارجنتيني، وزين الدين زيدان المدرب الفرنسي، ولويس انريكي المدرب الاسباني. المدربين دول هم المرشحين وبقوه لتدريب نادي تشيلسي بعد اقاله جراهام بوتر من البلوز، وده على حسب ما ذكرت صحيفه ذا صن البريطانيه. تشيلسي لازم يتعاقد مع مدير فني جديد قبل مواجهه ريال مدريد في ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا. فهل تفضل او تتوقع مين من المدربين دول يدرب نادي تشيلسي؟ قلت لكم الاهلي هيفرم اي فريق هيجي قدامه، وقلت لكم برضو ان الاهلي بيعدي اي صعب وانه متعود على المحن. ايه يا زول، روحت بسلامه اهو 3-0 على الرايق، لا حد لمسك ولا حد ضربك ولا حد كلمك. ما كانش ليها لازمه بقى التصريحات اللي كانت قبل الماتش والفيديوهات اللي انتوا كنتوا بتنزلوها قبل الماتش. برضو حسين الشحات الصراحه دلع الدلع، ومروان عطيه لاعب عالي قوي، ده يبقى اساسي في منتخب مصر. اما بقى عن كهربا فاحلى كنترول واحلى لب واحلى ركنه على افريقيا كلها الحذر، لان الاهلي مازال في البطوله. الاهلي مستني لاعب يا اما الترجي يا اما الوداد يا اما الرجاء، وكلهم طبعا اشقائنا واخواتنا. احلى حاجه بقى في المباراه كانت الجمهور. يا اخي 50,000 راجل في الملعب، 50,000 نسر كانوا واقفين مع النادي الاهلي وهيقفوا مع النادي الاهلي ضد اي حد. اول ما يحضر الجمهور الروح بترد في اللاعب كده، تحس ان هو اتشحن من جديد، بيشحن لعيبتك وبيضغط على الفريق المنافس. فليه ما نزودش 50 و60 و70؟ وفي الاخر احب اقول لك ان مصر والسودان هيفضلوا الاثنين اشقاء، ولا كره هتفرق ما بينهم ولا اي حاجه خالص. فهل تتوقع يا ابو الكباتن ان النادي الاهلي ممكن يكمل في البطوله وياخد افريقيا؟ رسميا النادي الاهلي بيعاقب احمد عبد القادر بسبب اللي عمله مع المدرب مارسيل كولر. اصدر النادي الاهلي بيان رسمي وقال فيه: قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره توقيع عقوبه ماليه كبيره على احمد عبد القادر نظرا لما بدر منه. طيب ايه اللي عمله احمد عبد القادر؟ احمد عبد القادر هو بيتبدل في ماتش الهلال رفض مصافحه مدربه مارسيل كولر، واللي نزل مكانه زميله حسين الشحات وسجل هدفين احلى من بعض. الكلام ده كان في الدقيقه 63 من المباراه. مارسيل كولر علق على الموضوع ده في المؤتمر الصحفي وقال ان اللاعبين لما بيكون في جمهور كتير بيكون في انفعال من اللاعبين، وان كل لاعب بيكون عايز يكمل المباراه كامله في الاجواء الجميله دي، وانه نفس اللاعب برضه احتفل بعد الماتش مع زمايله بالفوز، وان ده هو اهم حاجه بالنسبه له علشان يطلع عبد القادر بعدها ويصالحه ويبوس راسه قدام الناس كلها. فايه رايك يا ابو الكباتن في تصرف اللاعب؟ ما هي اكبر زياده في القيمه السوقيه للاعبين في 2023؟ بيجي في المركز الاول فيكتور اوسيمين من نادي نابولي، واللي قيمته السوقيه كانت 70 مليون يورو ووصلت 100 مليون يورو. وبيجي انزو فرنانديز من نادي تشيلسي، واللي قيمته كانت 55 مليون يورو ووصلت ل 85 مليون يورو. اما عن الموهوب كفاراتسخيليا من نابولي فمن 60 مليون يورو وصل ل 85 مليون يورو. اما عن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد فوصلت قيمته السوقيه من 55 مليون يورو ل 80 مليون يورو. اما عن مارتن اوديجارد من نادي ارسنال فوصلت قيمته السوقيه من 60 مليون يورو ل 80 مليون يورو. اما عن مودريك من نادي تشيلسي فوصلت قيمته السوقيه من 40 مليون يورو ل 60 مليون يورو. فهل تتوقع ابو الكباتن كفاراتسخيليا هيروح ريال مدريد ولا لا؟ تعال اقول لك على قائمه الهدافين العرب المعاصرين على الصعيد الدولي. بيجي في المركز السادس يوسف المساكني من تونس واللي سجل 18 هدف، وفي المركز الخامس بيجي حكيم زياش من المغرب واللي سجل 19 هدف، وبيجي في المركز الرابع من السعوديه سالم الدوسري واللي سجل 21 هدف، وبيجي في المركز الثالث من الجزائر اسلام سليماني ب 41 هدف، وبيجي في المركز الثاني من مصر فخر العرب محمد صلاح واللي سجل 51 هدف. اما في المركز الاول فبيجي الاماراتي علي ميخوت ب 80 هدف. فياريت يا ابو الكباتن تقول لنا نجمك المفضل في التعليقات. البولندي ليفاندوسكي مهاجم برشلونه، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والنيجيري فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي، والنرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي. كلهم طبعا مهاجمين تتمناهم اي فرقه. فمن وجهه نظرك يا ابو الكباتن من هو افضل مهاجم يرتدي الرقم 9 في العالم حاليا؟ وبس كده، شكرا ليكم جدا على المشاهده. اوعى تنسى اللايك والفولو والاشتراك علشان يوصلك كل الاخبار الجديده، واشوفكم الحلقه الجايه.